تسمعوا استاد كورة اف ام مع كريم حسن شحاتة، كابتن سامي الششيني، كابتن شادي محمد. مباراة الاسماعيلي والانتاج الحربي في ملعب الانتاج الحربي، وخليني اقول لكم يعني موقف الفريقين. فريق الاسماعيلي في المركز العاشر برصيد 23 نقطة، والانتاج الحربي في المركز ال 13 ب 10 نقاط. يعني لو الانتاج الحربي كسب الاسماعيلي هيحصل الاسماعيلي، لو الاسماعيلي كسب النهارده الانتاج الحربي، الاسماعيلي هيفرق عن الانتاج الحربي 6 نقاط. خلينا اقول لكم تاني التشكيل بالنسبه للفريقين. امير عبد الحميد في حراسه المرمى بالنسبه للانتاج الحربي، محمود فتح الله ولؤي وائل واحمد سعيد اوكا 3 مساكين. النهارده كابتن شوقي غريب بيلعب 3-4-3. ناحيه اليمين محمد ابو شعيش، على ناحيه الشمال طارق طه. في نص الملعب ابو بكر عبد اللطيف ومحمد سوسته، دول 2 وسط مدافع. قدامهم ثلاثي هجومي وليد حسن واوميد اوكري وصلاح امين. بالنسبه للنادي الاسماعيلي محمد عواد في حراسه المرمى، قدامه 2 مساكين، محمود متولي وريتشارد بافور اللاعب الافريقي المدافع. ناحيه اليمين باهر المحمدي، ناحيه الشمال بهاء مجدي. في نص الملعب عماد حمدي ومحمد فتحي، وقدامهم 3 اسلام عبد النعيم وابراهيم حسن وحسني عبد ربه ودييجو كالديرون هو المهاجم الكولومبي النهارده، المهاجم الصريح بالنسبه للنادي الاسماعيلي. كابتن شادي، شايف المباراه دي ازاي؟ الاسماعيلي والانتاج الحربي في ملعب الانتاج الحربي. الفرقتين خارجين من اخر مباراتين بنشوه مهمه جدا. نادي الاسماعيلي تعادل مع النادي الاهلي، رغم اللي هو كان خارج من الكاس، قدر يحقق تعادل بطعم الفوز مع النادي الاهلي. عنده نشوه اللي انت فرحانين فرحانين بطعم ثقه عاليه الثقه عاليه جدا. نادي الانتاج الحربي كسب نادي الزمالك مفاجاه كبيره جدا في الدوري العام، مع مدير فني محترم الكابتن شوقي غريب. اداء الفرقتين بيتطور يا كريم. والكابتن شوقي غريب كان بيراهن على الوقت، ارجعوا بس للتصريحات الاولى بعد اول الاسابيع كان الفريق حالته الفنيه كانت سيئه جدا، لكن كابتن شوقي غريب كان بيراهن على الوقت، وكان بيقول لنا كده طول الوقت في مداخلاته محتاج انسجام، محتاج اللعيبه تاخد على بعض، تستوعب طريقه اللعب. النادي الاسماعيلي معاه مدير فني معاهوش اوراق كتير بيتحرك فيها. المباراه النهارده صعبه على الفرقتين. كابتن سامي سريعا عشان الماتش هيبدا. لا، هي مباراه صعبه للفرقتين، كل فرقه عندها معنوياتها كويسه، والاسماعيلي متعادل والانتاج كسبان. انا بالنسبه لي المباراه النهارده هتبقى صعبه في وسط الملعب. بعتقد ان هي ممكن تطلع تعادل. تعادل. كابتن شادي تعادل برضه؟ ايه ده؟ انت كل مره هتقول زيه؟ لا، ما هو لا، ما انت بعد كده هو اختار الاول. اختار الاول بعد كده هو كسبك. لما انت اختار الاول هو كسبك. ايه؟ لما انت اخترت الاول في ماتش الاتحاد ووادي دجله اللي فات ده هو كسب، وقال لك وادي دجله 1-0 ووادي دجله كسب. طب ما انا بقول تعادل وانت اللي اخترت. واللي قبلها برضه، واللي قبلها بص، واللي قبلها قايل زي واللي قبلها قايل زي. انا هخليه بعد كده هو اللي اختار الاول. ايوه صح، انا فهمت اللعب. عايز بس اقول دكه البدلاء في الاسماعيلي وفي الانتاج الحربي. بالنسبه للاسماعيلي محمد مجدي، محمد عادل جمعه، محمد ابو المجد، محمد هاشم شكري، نجيب احمد الصعيدي، ونادر رمضان. اللعيب اللي كان ناقص عند محمد اسماعيل في الملعب نادر رمضان. بالنسبه للانتاج الحربي عامر في دكه البدلاء، هاني العجيزي، حسن الشامي، محمد زيكا، عمر السعيد، وفادي نجاح. سريعا هنروح ملعب المباراه مع محمد اسماعيل ومعلقنا هشام شاهين، ونتابع معهم احداث الشوط الاول.